فيه واحد مسمي معاويه، ما هو في شمال افريقيا، في الوطن العربي كله ما فيش واحد مسمي معاويه، لان كلهم يكرهوا معاويه. معاويه هذا حاكم يقلد الروم، وكان والي في الشام 20 عام، لأن علي اغتيل كرم الله وجهه، وجاء بعده ابنه الحسن هو اللي تنازل، قال أنا ما نبيش ندخل في صراع بين المسلمين على حقية أهل البيت في الخلافة عن معاوية ابن أبي سفيان، فتنازل معاوية، قعد معاوية خليفة بعد مقتل علي. هذا هو السبب، وعشان كده اتباع يعني اللي يقولوا لهم سنه اقليه لانهم اتباع معاويه اقليه. هم ما هم سنه لانهم يطبقوا في سنه النبي، الايرانيين ما يطبقوا سنه النبي وتقولوا عنهم شيعه. نحن هنا ما هو سنه، هنا في شمال افريقيا سنه، ولكن نحن شيعه في ذات الوقت. هذه الدوله الشيعيه قامت هنا، اول دوله شيعيه في التاريخ قامت هنا في شمال افريقيا، الدوله الفاطميه. اهم قلاعها القاهره والازهر والمهديه في تونس. كيف نخرج من هذه الثقافة، من هذه الإرث؟ بعدها كما قلت لكم يعني الدولة الفاطمية تبشر بمستقبل إذا هي طبقت نفس السياسات ومبادئها، بمستقبل يروق للشباب. هي دولة الأفراح والأعراس والمناسبات والأعياد والموسيقى والحدائق والقصور والمساجد والنوادي والشعراء والفن. هذه الدولة الفاطمية لدرجة أن يسموها الدولة الديمقراطية، يعني أن هي متاعت جماهير ومتاعت شعب وترضي كل الناس. احنا هذا اللي نبغوه، كل الشباب هنا يريد هذا. من هو الشباب في شمال أفريقيا شنو يريد؟ الحزن، يريد البوس، يريد تسول على أبواب أوروبا، يريد الفرح والمرح ولا يريد الطرح. يعني المسلمين كلهم تحزبوا للنبي، للبيت النبوي الشريف، وعلي من البيت النبوي الشريف. لما سمعوا بأن في صراع على السلطة بين أهل البيت وغير أهل البيت، بين علي اللي هو من أهل البيت النبوي ومن معاوية الذي هو أشد أعداء أهل البيت، الناس كلها انحازت لعلي، فتشيعت لعلي فسميوا شيعة. ولهذا كانت الأغلبية من المسلمين هم مع علي. عاد يدير استفتاء في أي مكان، تعدي للبلاد اللي بيقول نحن سنة وضد الشيعة زي ما يقولوا توا، ديروا استفتاء قولوا أنتم مع علي ولا معاوية، يقول لك منو معاوية هذا؟ نحن مع علي. إذا أنت شيعي، أنت مشيع لعلي. قد تشطب كلمة الشيعة بالمرة وكلمة السنة. أهل البيت أو كان ترجع الحكم للدين أو آل البيت، عداهم ما لهمش حق إلا إذا كان أعلنوا العلمانية. زي الخوارج عندهم حق، قال يا أخوان احنا لا نبغى أهل البيت ولا قريش ولا معاوية ولا علي ولا كل الحرب ولا الدول هذه ما نبغاش، احنا خارجين عليكم كلكم، واللي أجدر بقيادة الأمة يقودها. هنا في الحالة هذه أعلنت العلمانية على يد الخوارج. ما فيش لا إمامة وحاكم مع بعضهم ما يجوز. قال لهم خلوا الإمام إمام والحاكم حاكم، دوروا الحاكم اللي يصلح للأمة. من هنا أعلنت العلمانية في الإسلام على يد الخوارج. اللي بيكون خوارج ماشي يقول أنا نعلن العلمانية ونفصل الدين عن الدولة، من حقك تحكم في أي مكان.